لو انت في كليه حاسبات ومعلومات او كليه هندسه علوم حاسب، فانا جاي لك من المستقبل وبقول لك الاربع او الخمس سنين اللي انت هتاخدهم في الكليه دول مش هيغنوك بحاجه الا الاساسيات فقط. ومن حسن حظك اللي انت فتحت الفيديو ده وبتتفرج عليه، فكمل الفيديو ده للاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في كليه هندسه علوم حاسب او حاسبات ومعلومات، المنهج العلمي اللي فيه للاسف مش هيأهلك لسوق العمل 2022 او بمعنى ادق ل 2023. فتعمل ايه بقى عشان تواكب السوق وتقدر لما تتخرج تشتغل في شركه كويسه؟ مبدئيا كده يا باشمهندس، انت من اول يوم رجلك هتخطي فيه الكليه انت مسؤول عن نفسك وعن مستقبلك، بمعنى ان المنهج اللي انت هتاخده يا دوب هيحطك على اول الطريق في مجال البرمجه، يعني اللي هيحصل بعد كده انت المسؤول عنه 100%. عارف السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي وبتساله لنفسك، طب ايه المطلوب مني اعمله؟ بص يا باشمهندس، اول حاجه عايزك تخلي بالك منها ان سوق العمل ملوش علاقه خالص بالمنهج اللي انت بتدرسه، بمعنى ان انت بتاخد الاساسيات بس في البرمجه وشويه حاجات بجنبها عملي ونظري، لكن مش هيأهلوك لسوق العمل. هم ممكن يحطوك على اول الطريق وممكن يفيدوك بنسبه كبيره، لكن مش هيأهلوك لسوق العمل. فلازم بقى تخلي بالك من الحاجات اللي انا هقولها لك ديت، ويا ريت لو جبت ورقه وقلم وكتبت ورايا. اول حاجه لازم تخلي بالك منها ان انت لازم تتعلم لغه برمجه وتتقنها في الاول. انت هتدرس في الكليه لغات كتير، ممكن في سنه اولى تاخد السي بلس بلس، وفي سنه ثانيه تاخد الجافا، وفي سنه ثالثه تاخد السي شارب، فهتفضل على التدرج ده في الكليه، كل سنه بتدرس لغه شكل. طيب هل انت هتكون ملم باللغات ديت كلها؟ للاسف لا، هما بس بيدوك اساسيات بس باكتر من لغه برمجه. تعمل ايه بقى؟ اول حاجه لازم تتعلم لغه برمجه زي ما قلت لك، تركز فيها وحاول تبعد عن المجالات اللي سوق العمل ضعيف فيها، زي مجال الديسكتوب مثلا. طيب انت كده اتعلمت لغه برمجه واتقنتها. تاني حاجه هتعملها ان انت تتعلم تكنولوجيز علشان تواكب سوق العمل، بمعنى ان انت مثلا لو اتعلمت الجافا في فريم ورك زي السبرينج ممكن تتعلمه وتبقى باك اند ديفلوبر. وعلى فكره ممكن تشتغل وانت لسه في الكليه، يعني ما تفكرش ان انت عشان تشتغل لازم تتخرج، لا، انت ممكن تشتغل ريموت وانت لسه في الكليه. تالت نصيحه ودي اهم نصيحه فيهم، اوعى تبعد عن الداتا ستراكشر اند الجوريزم. الداتا ستراكشر والالجوريزمز دول اكتر حاجه هتنفعك لما تتخرج، وبالذات لو انت عايز تشتغل في شركات بره. الشركات اللي بره بتعتمد على الداتا ستراكشر والالجوريزمز بنسبه كبيره جدا، ويا حبذا لو اتعلمت البروبلم سولفنج واتمرنت عليها وانت في سنه ثانيه او ثالثه في الكليه، هتتخرج هتلاقي نفسك قاعد في كورس الشركه. رابع نصيحه بقى، ودي نصيحه اوعى تقع فيها، البرمجه بحر واسع جدا، اوعى تقع في غلطه اكتر من تخصص وانت لسه في الاول. يعني ولنفترض ان انت اتعلمت الجافا والتكنولوجيز اللي هي السبرينج، الفريم ورك، السبرينج بوت، اياك ثم اياك ان انت تقول انا عايز ابقى فول ستاك وتروح للفرونت اند، ولا هتكون فول ستاك ولا باك اند ديفلوبر حتى. وده بسبب ان انت اتسرعت وعملت حركه انا وقعت فيها وندمت عليها كتير جدا. الحركه دي هتخسرك سنين من عمرك وانت بتجري وراها. انت اتعلمت الباك اند، ليه ما تجتهدش فيه وتطلع شغل بيه وتشتغل بيه في شركه مثلا، وبعد كده تروح تتعلم الفرونت اند؟ ليه بتروح تتعلم الفرونت اند وانت لسه ما اتعلمتش الباك كويس؟ ديت غلطه اوعى تقع فيها. خامس نصيحه لازم تهتم بيها في الاول، اللي انت تطلع شغل حتى لو شغل انت اتمرنت عليه، بمعنى لو انت اتعلمت الفرونت اند طلع ويب سايت كامل انت اتعلمت فيه، والويب سايت ده ارفعه على الجيت هاب وبعد كده حطه في السي في بتاعك. لازم تهتم بالسي في بتاعك كويس جدا، عشان خاطر السي في ده هو اللي بيمثلك قدام الشركات. لو انت عملت السي في مش كويس وانت عندك مهارات كبيره، السي في ده مش هيمثلك وممكن تترفض في الشركات. وحاول لو انت ضعيف في الانجليش، حاول ان انت تطور اللغه بتاعتك عشان خاطر ممكن ربنا يكرمك وتجيلك فرصه بره مصر. سادس نصيحه انك تعمل لايك وتكتب كومنت تحت تعرفني فيه انت استفدت من الفيديو ده ولا لا. دي نصيحه، براحتك بقى انت.